السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم جميعا، وأهلا وسهلا بكل متابع جديد انضم لقناتي. وصفتنا لليوم هي المحاشي السورية، لكن بمزيج بين المحاشي السورية والدولمة العراقية. بما أنه أكثر متابعيني في القناة من العراق، بحب أتوجه بتحية، وبحب أني أهنيهم بشهر رمضان الكريم، وأقول أن تقبل الله طاعتكم، وبتشكركم كثير على ثقتكم وعلى دعمكم وعلى متابعتكم. وإذا أول مرة عم تتابعوني بتمنى منكم تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديد، وما تنسوا تشاركوا الفيديو مع أهلكم وأصدقائكم، ولا تنسوني بالضغط على زر اللايك فضلا وليس أمرا، لأنه الفيديو بيرتفع بشكل أكبر إذا صار عنا عدد التعليقات وعدد اللايكات أكثر. بتمنى منكم ما تبخلوا علينا باللايكات والتعليقات. وأهلا وسهلا في الجميع. أكلتنا اليوم هي المحاشي السراقية. أنا عملت مزيج بين السوري والعراقي، وصارت معي سراقي، أطيب وألذ محاشي ممكن تذوقوها. وهلا خلونا نبدأ الفيديو بذكر الله والصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أنا هلا أول شي عندي هون هذا الملفوف. أنا جبته، هذا الملفوف كتير نوعيته بتجنن. عندي هون هدول الراسين من الملفوف. أول شي بدي أقطع هذا الجذع اللي بيجي شوي قاسي مثل ما شايفين، بدي أحفره هيك بالسكينة. انا لما بشرح الفيديو بالتفصيل، انا عم بشرح الفيديو مو بس للطبقة اللي حصرا متابعيني من سوريا، ممكن اللي عم يتابعوني من دول تانية ما عندن هاي الأكلة ممكن يحبوا يجربوها. لهيك انا عم اشرح بالتفصيل، دائما بشرح بالتفصيل. في وحدة من الصبايا انا عم بتابعها اسمها وصفات حنان، شفتها حطت ملعقة من الكمون عند سلق الملفوف وملعقة من الملح. قالت انه هاي مفيدة لحتى تخفف النفخة. مثل ما بتعرفوا الملفوف شوي فيه يعني بيعمل نفخة، لهيك حبيت اني اجرب طريقته، وعن جد انا بوثق فيها طريقته وطبخاتها كلهم بشهوا. لهيك هلا بدي اسلق الملفوف بهذا الشكل. بدي احاول احطه بالطنجرة. طبعا انا جبت الطنجرة حطيت فيها مي خليتها تغلي، بعدين بلشت اسلق الملفوف. وبنحاول هيك بندور راس الملفوف مثل ما شايفين لحتى يفك معنا الورق. طريقة سلقه ممتازة عن جد. هذا الملفوف نوعه بياخد العقل، ولا ورقة ولا ابدا ولا واحدة انكبت معي. مو مثل اللي بيجي دائري وبيجي شوي منفوخ. هذاك بيجي من الأعلى بس بتاخده كم ورقة والباقي بيطلع كله فاضي وما بيلف وبيطلع مكسر. عن جد هذا نوعيته ما شاء الله بتجنن. عن تجربة بعد ما شفت الست حنان أخدته عن جد وجربته بجنن، وحبيت إني أجربه وبنفس طريقته. لكن استعنت بالكمون فقط عند السلق، ما حطيته أنا مع الحشوة. سبحان الله، خلاص نحن ما بنتقبل انه الكمون مع الحشوة. هلا هيك انا عم اسلقه مثل ما شايفين بهي الطريقة. رح اكمل الملفوف كله بنفس الطريقة. شوفوا ما شاء الله الورقة، عن جد انا اول مرة يطلع معي الملفوف بهي الروعة. النوع الملفوف فعلا هو له دور كتير كبير بالطبخة. طبعا انا هون كنت منقعة الرز، حطيت كيلو رز. طبعا ما شوفتكم لانه صار يعني معروف. نقعنا كيلو رز تقريبا نصف ساعة. الرز بيجي مصري حبة قصيرة. هلا بدي اقطع كل الملفوف. بنشيل هذا العض، نحن نقول له عض، بنشيله هيك على جنب. طبعا في ناس ما بتحب اللحمة، بامكانكم تستغنوا عن اللحمة. وهذا العض اللي بيطلع معكم من الملفوف بتحطوه بأرض الطنجرة. هلا بدنا نقطع ورقات الملفوف. طبعا انا ما بحب الملفوفة تكون كتير كبيرة، لهيك بقطعها لثلاثة احيانا، واحيانا لأربعة حسب حجم الورقة. مثل ما شايفين تماما انا رح اقطع كل الملفوفات بنفس الطريقة. ممكن نتركها اثنين، ممكن ثلاثة، حسب حجم الورقة. يعني مثل ما انتو عينكم ميزانكم هي اللي بتقدر. يعني مو شرط انا شلون انا عم اعمل انتو لازم تعملوا. طبعا كل واحد له طريقته. في ناس بتحبها تكون ورقتها شوي كبيرة. هلا خلصت كل الملفوف قطعته. هاي نحنا كتير بنحبها. هاي اسمها الجاجة، اللي بيجي قلب الملفوف، القلب الصغير. شوفوا قلبه ما شاء الله، بس هذا اللي طلع معاي من القلب والباقي كله بيلف معاي ما شاء الله. هلا بنيجي على الحشوة. الحشوة مثل ما شايفين لا تشوفوا مكوناتها كتيرة وترتعبوا، لا، مكوناتها كتير سهلة وبسيطة. أنا بحب إني أحط لكم كل شي لحتى كله يكون باين وواضح بالفيديو. هذا الرز مثل ما ذكرنا مصري وحبة قصيرة، نقعته نص ساعة. هلا بدي أحط البهار، هو هذا 7 بهارات أو اسمه بهار حلبي.
الملح، فلفل أسود تقريبا ملعقة صغيرة من كل نوع، نعناع أخضر يابس ومطحون، ملعقتين من دبس البندورة أو رب البندورة. هلا بدي أضيف الثوم. طبعا في ناس ما بتحط الثوم للمحاشي، نحن لا بنحط له. هيك أنا حطيت ملعقة من الثوم المهروس، تقريبا ملعقة ما يعادل يعني راس كامل. هلا أنا عندي اللحمة مو مدهنة، لهيك بدي أضيف ملعقتين من السمنة. بإمكانكم تضيفوا بس السمنة. أنا بدي أحط شوية دسم، تقريبا كاسة الشاي الصغيرة زيت. صار عندي المادة الدهنية هي زيت وسمنة. ليش؟ لأنه نحن اللحمة عنا هون أبدا مو مدهنة مثل مو شايفين. بس إذا لحمتكم مدهنة أكيد ما في داعي نضيف أي شيء. هلا بدي أخلط الحشوة هيك لحتى تنمزج معي كل المكونات. الجاط طلع صغير، لهيك جبت جاط أكبر منه لحتى أخذ راحتي وأنا عم أحرك الرز مع باقي المكونات. في ناس بتحط له كركم أو عصفر، في ناس بتحط كمون. نحن بصراحة هي طريقتنا بالمحاشي، ما بنغيرها. في ناس بتحط من الخضرة اللي بتحفرها أو اللي بتقطعها. هي الدولمة العراقية بتكون بهي الطريقة، بيحطوا لب الخضار. هلا بدي انتقل للقسم العراقي اللي هو البصل، الأكلة المشهورة واللذيذة جدا جدا جدا. اللي ما جربها بيكون راح عليه كتير. هلا بنجيب البصل، أنا عندي بس هالثلاث بصلات، ما كان عندي غيرن فحبيت إني أحطن. بنجيبن مثل ما شايفين، بنقشر البصلة وبنجيب السكينة. لاحظوا الفيديو مثل ما عم تشوفوا تماما، ممكن الشرح يكون شوي فيه تقصير. بتمنى انكم تشوفوا الفيديو من البداية حتى النهاية لحتى يكون كله واضح معكم. جبنا من طنجرة حطينا فيها مي، رح استنى المي لتغلي. مثل ما شايفين رح اجيب البصلة، رح اقطع بالسكين. بدي احط السكين بس للنصف. لاحظوا يا جماعة ما بصير اكثر من النصف. هلا هو المفروض اني انا شايلي هذا العقم، هذا اللي شايفينه لازم انا شايلته، لكن صراحة انا ما شلته. خفت انه ما تتماسك الورقة، ما بعرف، كانت تجربتي الاولى بصراحة. بس عن جد تجربة تستحق والله، كتير كتير لذيذ. هلا بدي احط البصلات. هاي الكمية حبيت اني اجربها. بصراحة انا خفت لا يكون عائلتي اولادي ما يحبوه، لهيك ما كترت، لكن بصراحة طلعت بتجنن. وان شاء الله قريبا رح اعمل وصفة كاملة الدولمة العراقية بإذن الله، لكن بدي استنى شوي لبعد رمضان. هلا هو البصل لحاله بتفتح معانا بالمي المغلية. في ناس شفتها بطريقة جديدة كمان انه عم يحطوه بالميكروويف، لكن ما جربت. انا هاي طريقتي جربتها وطلعت ناجحة. مثل ما شايفين الورقات تفتحوا مثل الملفوف تماما. مجرد انه حطيناه بالمي السخنة، ما بدنا اياه يغلي، بدنا بس يتفتح. مثل ما ملاحظين بحاول هيك اقلبن لحتى يتفتحوا الباقيات. هلا انا مشان ما يطول الفيديو حشيت يعني كمية، لفيت من الورق الملفوف، ورح اورجيكم بس الطريقة للي عم يتابعني اول مرة او للي حابب يجرب الاكلات هاي وما انه مجربها من قبل. في كتير بيكون عرايس بيكونوا مثلا مو فاتحين بيوت إلين زمان، فما بيحبوا يسألوا أهاليين. في كتير ناس من هذا النوع ما بتحب تسأل أختها أو أمها أو حماتها أو أي حدا، بتحب تتعلم لحالها. وهذا اجتهاد شخصي. هاي بنتي كتير بتحب تفوت معي على المطبخ وتساعدني بهي الأكلات. وعن جد أنا لما كنت صغيرة كنت بنفس الهواية، كنت كتير أحب أساعد أمي بهي الطبخات. وهلا بنتي سبحان الله طالعت لي وبتحب إنه تزت حالها لأي أكلة فيها هيك تعب، أو مثل البتيفورات، مثل هي الملفوف، مثل اليالنجي. كتير بتمد إيدها، فما بخجلها وبخليها. يعني هي اجت لفت معي لفة ورقة أو ورقتين، وبعدين انسحبت لحالها، شافت إنه الشغلة متعبة وقالت أنا تندمت وشالت حالها ورجعت لورا. لكن بخليها تجرب، مو غلط ابدا تخلوا اولادكم يساعدوكم بالمطبخ. شوفوا ما شاء الله على هالايادي، الله يسلم هالايدين والله يحفظها ويحميها. واتمنى منكم تقولوا ما شاء الله. الله يحفظ لكم اولادكم يا رب، ويحميهم ويحفظن من كل اذى، ويبارك فيهن ويجعلن ان شاء الله دائما بصحة وعافية. هاي الملفوفات اللي ساعدتني فيهن بنتي،
شافتها هي ما حبت، ما عجبتها، رجعت فتحتها ورجعت غيرت اللفة شوي، شدت ايدي عليها، كانت شوي مرتخية، لكن انا ما حبيت اني افكها، خليتها هي ترجع تظبطها مرة تانية. صبايا انا في بعض الورقات بشوفها شوي بتكون يعني بامكاني اني اسكرها من جانب، بسكرها، لكن يعني اذا ما كانت بتتسكر لا بتركها عادي مفتوحة. الملفوف كتير سهل لفه سريع عن جد، شوفوا ما شاء الله، وانا على الواقف اشتغلت هاي الكمية. هلا رح اكمل كل الكمية بنفس الطريقة. هلا انا زاد عندي رز، فكان عندي شوية كوسة، حفرته وقطعته مثل ما شايفين، رسمته بالمحفرة، هاي الطريقة نحن بنحبها كتير. هذا البصل انا حشيته، بس تركت لكم قطعة او قطعتين لحتى بس تشوفوا الطريقة. مثل ما شايفين بنجيب كمية من الرز، تقريبا النص، لاحظوا، نص البصلة بس، ومنلفها. كتير سهلة، ما في داعي أساسا أنه تخافوا من طريقتها، كتير كتير بسيطة جدا، وما تخافوا عند الطبخ أبدا ما بيفك، عن جد بجنن. بتمنى تجربوه، وإن شاء الله ما أكون خربت الطبخة، أو كانت يعني فيها تشويه للأكلة الأصلية الدولمة العراقية. وإن شاء الله تكون هيك تنال إعجابكم، وبتشكركم كتير، أطيب شعب وأطيب ناس. بوجه تحية لصديقتي الغالية أم هاشم. هلا هيك الدولمة العراقية أو فقط محشي البصل صار جاهز. طبعا الدولمة إلها شروط، يعني أنا ما حطيت خضار بقلبه. هلا أنا زاد عندي هذا الرز، فما راح أكبه طبعا. جبت بطاطا حفرتها وحشيتها بهذا الشكل. هلا نحن جبت الطنجرة، حطيت فيها لحم بعظمه، بإمكانكم تشيلوا اللحم بعظمه تحطوا عظام، بإمكانكم تحطوا اللي بدكم إياه. رح أرش رشة هيك فلفل أسود. طبعا أنا اللحمة بغسلها، إذا كانت بعظمة بغسلها، هيك أنا بطمن أكتر صراحة. هلا تطبيقة المحاشي دائما نحن بنحط الكوسة أول شي، لأنه الكوسة بده طبخ أكتر، لهيك هلا بدي أحط أول شي الكوسة. بحاول هيك إني أطبخن تطبيقة إنه توسع الطنجرة كل الكمية. الطبقة الأولى أنا حطيت الكوسة، هيك قربت لكم الكاميرا لحتى يكون كله واضح. هلا هيك بلشت إني أرتب كمان الملفوف أو اللهنة، في بعض المحافظات بيقولوا له اللهنة أو الكرنب، عند الأخوة المصريين الله يحفظهم ويبارك فيهم يا رب، كمان بوجه لهم تحية. هلا هيك بدي أوزعه بطريقة إنه تتعبى الطنجرة مثل ما شايفين. وزعته، كمان زاد عندي كم حبة رز حطيت فيها فليفلة، أنا كتير بحب الفليفلة. هلا حطيت كل الخضار، رح أرتب كمان البصل. هاي طنجرة المحاشي صارت جاهزة. هلا بنجيب هيك صحن او اي اذا عندكم تقالة المحشي، انا ما عندي، لهيك بحط صحن. وبالصدفة شفت هدول الحجرات عندي، فحبيت اني استفيد منن احسن ما اني احط البيركس او احط اكتر من صحن لحتى نتقل عليهن. فكان احلى تتقيلة، سبحان الله ذكرتني بامي الله يرحمها، كانت دائما تتقل المحشي بحجرة. هلا جبت مي، انا بحب اني استعمل مي سخنه، ما بحط المي على المحاشي تكون بارده، بحطها ساخنه، هيك بتسرع بغليانه. مثل ما شايفين بنحط كميه من دبس البندوره، طبعا كميه ما لها علاقه باللي انا حطيتها، انا اللي عندي صراحه نوعيتها ما كانت كويسه. بامكانكم انتم تستعملوا الدبس البندوره اللي بيجي احسن من هيك، بتحتاجوا كميه اقل. حطيت الثوم، حطيت الملح، حطيت النعناع. هلا بدي اضيف شوية دبس رمان، لانه مثل ما ذكرت عندي دبس البندورة ما له حامض ابدا، فحطيت شوية دبس رمان لحتى هيك اخذ الحموضة. طبعا بالاخير بدي اضيف ملح الليمون. هلا هيك بنضيف المي، مثل ما ملاحظين المي ساخنة عم تغلي غلي، رح انزلها كلها. تقريبا الماء يعني تقديري، انتو بتحطوا المي مثل ما شايفين طنجرتكم، يعني يجوز تكون كمية اكتر او اقل. هلا بده المحشي نار عالية،
أنا بدي أحطه لمدة ساعتين أو تقريبا ساعة ونص، هيك بغطيه وبتركه على نار عالية. بالأخير بدي أضيف ملح الليمون، في ناس بالأخير بتضيف النعناع، أنا بضيفه من البداية. شوفوا ما شاء الله المحاشي عم تغلي، هاي طنجرة المحاشي تقريبا استوى المحاشي معنا. هلا بدي أضيف ملح الليمون. طبعا الكمية أنا حطيت ملعقة إلا شوي، ممكن تحطوا أقل أو أكتر، لكن أنا الكمية اللي عاملتها طلعت طعمة الحموضة بتجنن، وعن جد الريحة بتاخد العقل. وبتمنى أنه يكون الفيديو نال إعجابكم. وهي المحاشي بعد ما صارت، أنا هيك شلت البصل بس والبطاطا وقلبت المحاشي، ما شاء الله بياخد العقل. بتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوني بالضغط على زر اللايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.